إذا الدياية ريحتها قوية وزفرة لا تحاولون تغطونها بالبهارات. وايد ناس يحسبون أن الزفرة شيء طبيعي بالدياي، بس الدياي الطازج والمحفوظ بالطريقة الصح مو المفروض تكون فيه ريحة زفرة أو ريحة قوية. الدياي من الأغذية اللي وايد حساسة، وأي تذبذب بالحرارة وقت الحفظ أو التخزين ممكن يسبب نمو بكتيريا، وهالبكتيريا هي اللي تعطيها الريحة القوية. عشان كذي أنا دايما أقول إن الجودة تبدي من اختيار المنتج نفسه. أنا من زمان معتمدة منتجات الديرة، والشيء اللي عجبني فيهم كأم وأخصائية تغذية إن ديايهم خالي من المضادات الحيوية ومتغذي على الحبوب، وفوق هذا جودة المنتجات ممتازة. والشيء اللي أحبه أكثر إن الخيارات عندهم وايد، مو بس دياي طازج، عندهم الدياي الكامل، عندهم قطع مختلفة حسب الاستخدام، وعندهم بعض المنتجات المتبلة والجاهزة للطبخ. وهذه من الأشياء المنقذة، لأنه مو كل يوم يكون عندي وقت، شغل، عيادة، بيت، ياهال، أحتاج شيء سريع، وبنفس الوقت ما أبي أتنازل عن جودة الوجبة أو كمية البروتين اللي قاعدة أقدمها حقي وحق عائلتي. عشان كذي منتجات الديرة من الاختيارات اللي دايما أحب تكون موجودة ببيتي.